حط القشطة على الفول وكلي وادعيلي بقى. سحور مبارك. فلفل وجماله. خشوا على القناه وشوفوه بجد، مش هتخسروا حاجه حلوه بجد اهو. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه وفي احسن حال. نعمل مع بعض بقى كل سنه وانتم طيبين ندمس فول رمضان. هو موجود يا جماعه الصفحه مرتين، مره في رمضان ومره بعد كده حط عليه حمص، بس الحمص غلي، فاحنا نعمل اللي متاح عندنا. هنعمله بطريقه حلوه ويبقى جامد برده ان شاء الله. هنحط معلقتين خل. شوفوا الخل بيعمل ايه فيه، بيخليه يستوي كده وقشره يستوي ويبقى ابيض. هنحط بصله وست فصوص توم وقطايه، عشان احنا في رمضان مش هنعمله بتوم وتخديع وتقليه وحاجات من دي. معانا معلقتين 2 كبار كده عدس. معانا معلقتين رز. الرز ده انا جايباه من واحد بيبيع الفول. هنحط عصير ليمونه، عصره ليمونه بحالها كده، برضو الليمون هيبيض ويساعد في التسويه. هحط معلقه سكر، معلقه واحده. السكر دي يعني عايزه تحطي حطي، ما تحطيش ما تحطيش، احنا بنحطه برضو عشان يساعد على التسويه. الفول ده انا نقعته حوالي 12 ساعه وغسلته غسيل كويس جدا. معلقه السكر اهي. غسلت الفول كويس جدا بعد ما نقعته، قعدت اغسل فيه كده لحد الميه مش شايفينه بيضت خالص اهي. هحطه ولا اقلب ولا حاجه بقى، هحطه على البوتاجاز كده يغلي كله ببعضه كويس كده، واروح ايه حاطه الفول بتاعنا. شايفين ابيض وجميل ازاي؟ هنحطه على العين الواطيه بقى بتاع القهوه وموطاه كمان، ونسيبه يستوي براحته وما تكشفيش كتير عشان ما يسودش، وهو كده ميته ده هتسويه. تعالوا بقى نشوف الفول بتاعنا اخباره ايه. انا بقى لما بتيجي قرب يستوي كده كل شويه تقلبيه تقليبه كده. شايفين ابيض ازاي؟ اللهم صل على النبي. شوفوا شكل الفوله وسليمه زي ما هي ولا فيها. تعالوا بقى شوفوا جمال الفول بتاعنا استوى. شوفوا يعني لما يتفقس كده شايفين الجمال ده؟ ولا قلبتوش بقى الا في الاخر عشان العدس والرز اللي ما يلزقش في الحل. قعدتوا كتير من غير تقليب. وشايفين حبايه الفول والله العظيم تحفه. حبه الخل بقى بخلوه حاجه حلوه بجد. الخل مع الليمونه هي اللي بتخليه يفضل ابيض وجميل كده. انا هضربه بقى بالهندي براندر عشان انا بعينه في رازل مضروب لاجل رمضان ما يبقاش حاجه تتعب القولون. تعالوا بقى نضرب الفول. شوفوا الصلاه على النبي، حبايه الفول تفرح والله العظيم. شايفين حاجه حلوه ولافف ازاي. الميه اللي انا كنت حاطاها دي كلها ما حطيتش ميه تاني وهو بيستوي. النقع ده على فكره لازم تنقعي الفول علشان كمان بيبقى فيه ماده سامه. تعالوا شوفوا بقى الفول بتاعنا لما ضربناه بقى بالصلاه على النبي عمل ازاي، ولا المهلبيه حاجه حلوه. هقول لك على وصفه حلوه بقى لعمل الفول لما انت مش عايزه تاكلي فول بزيت كده. احنا ضربناه بقى هنعبيه في اكياس ونعينه. عايزه تملحيه وتحطي له كمون وملح بقى وتطلعيه على الاكل على السحور على طول، ظبطيه. انا هظبطه حبه الفول كده في الطبق، وروحي جايه اعملي عليهم ايه، وحطي معلقه قشطه، القشطه الجميله اللي احنا عيناها دي، وقلبهم فيه. وكلي بقى، حطي ملح ابيض فقط لا غير. وكلي بقى وقولي لي ايه رايك في الطبق ده. طبق قشطه، فول بالقشطه. حد عمله قبل كده ولا حد عارفه؟ وحياه ربنا تحفه. الله يرحمها امي كانت بتعمله لنا الفول بالقشطه ده. وكده